السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم وعلى الأمة الإسلامية كلها يا رب. النهاردة هنعمل تسالي العيد. هنعمل النهاردة الترمس والحمص بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا، وكمان هيبقى طعمه حلو قوي قوي وهيستوي على طول سريع جدا جدا. نسمي الله ونصلي على الحبيب، ومتنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وكمان تعملوا لايك ومتابعة على صفحتي على الفيسبوك. أول حاجة جبت نص كيلو من الحمص ونص كيلو من الترمس. الترمس اللي انا جايباه ده اللي هو الترمس الحلو او الترمس السريع، تمام. بيجي من عند العطار، لان في نوعين ترمس. في الترمس اللي هو المر بياخد وقت طويل جدا لما بيستوي عشان يتاكل. ده الترمس السريع بيبقى سريع جدا، بيتعمل على طول. اول حاجة بجيبه وانقيه واشيل الحاجات الوحشة اللي فيه، وبعدين بغسله مرة واتنين وتلاتة عشان لو في اي اتربة ولا في حاجة، تمام. بعد كده بنقعه الحمص والترمس، بنقعهم الاتنين على اقل حاجة 6 ساعات، تمام. بعد ال6 ساعات هنشوفه شكله هيتحول لايه. بقى ادي بعد ال6 ساعات بقى بالشكل ده، طبعا واضح جدا وشكله مختلف. الحباية زادت سواء الحمص او الترمس. ده بعد 6 ساعات هنبدأ بقى نحطه على النار البوتاجاز ونبدأ نسلقه. ادي الحمص والترمس على النار، وكل شوية من الوقت للتاني بشيل الوش بتاعه اللي انتوا شايفينه ده، تمام. دي بقى عشان ما يبقاش حاجة دي مش كويسة ويبقى لازق في الترمس او في الحمص ويعمل ريحة بعد كده. لكن لو انت شلتيه على طول ونضفت المية بتاعته على طول، بيدن وقت طويل معاكي، بيقعد على الاقل اسبوع كده حلو وجميل ومفيش فيه اي ريحة ولا بيعمل اي وش، تمام. ده انك كل ما يتجمع شوية تشيليه لحد ما ايه. بعد تلت ساعة الحمص والترمس استوى، قعد 20 دقيقة بالظبط، تمام. بعد ما 20 دقيقة شطفته بمية نظيفة. بعد ما غسلته كويس حطيت الاتنين على بعض، الترمس والحمص بحب احطهم على بعض بعد ما بيتسلقوا. هنجيب بقى كده علبة او اي بولة، وهجهز المحلول بتاع الترمس بتاعي. هو عبارة عن ايه؟ جبت 3 معالق كبار من الملح، ده ملح خشن، واحط عليهم حوالي معلقة صغيرة من الشطة. كمان هحط عليهم حوالي معلقة صغيرة من البابريكا، وكمان معلقة صغيرة من الكمون، تمام كده. يبقى بابريكا وشطة وكمون و3 معالق كبار من الملح، ماشي. الحاجات ديت هحطها على حوالي لتر من المية. التوابل والملح ده حوالي لتر من المية، تمام. بدوبهم كويس جدا، وبعد ما بدوبهم كويس بحطهم في الترمس والحمص، بيدنون فيه عشان يشربوا منه، بياخدوا من الطعم. برضو عند الاستعمال برضو عايزة تزودي شطة وكمون عادي، ممكن تحط ساعة الاستعمال برضو بيديله طعم حلو. ادي يا جماعة محلول النقع بتاع الترمس. تحتفظي بيه في التلاجة في علبة او زي ما هو كده في البولة، ولما تيجي تستعمليه تاخدي بالمعلقة، تحطيش ايديكي فيها علشان الحاجة تدنها حلوة وما بتعملش ريحة، تمام. خدت كده شوية بقى بعد ما ايه شرب من الملح وشرب من التوابل، وهنبدأ ناخد بقى لو انت ساعة الاستعمال عايزة تستعمليه يعني. هحط كده شوية كده من الكمون، حاجات بسيطة، واحط كمان شعرة كده او حاجة بسيطة من الشطة. ده اختيار الشطة. في ناس ما بتحبش تحط عليه شطة، بتحط عليه كمون وملح وليمون، كمون وليمون بس. انا حطيت شطة وكمون، وهعصر كمان ليمون عليه، ويبقى جاهز طعمه حلو جدا جدا للاكل كده، جاهز معنا. وادي الترمس جاهز للعيد. تسالي العيد، كل سنة وانتم طيبين، جربوه. متنسوش اللايك والاشتراك. سلام عليكم.